هذا المفهوم الشائع عندنا أنه شهر رمضان انتهى وانتهى كل شيء. هذه غفلة في الواقع. عيد الفطر جدا مهم. وفي بعض الأحاديث، هذا الحديث مروي عن الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه، أن الإمام في ليلة عيد الفطر أحيا الليل إلى الصباح بالصلاة والعبادة، لا في البيت وإنما في المسجد. وقال الإمام إن هذه الليلة لا تقل عن ليلة القدر. كم نهتم بليلة القدر؟ ليلة عيد الفطر لا تقل عن ليلة القدر. هذه الليلة وهذا اليوم كما يقول العلماء يوم توزيع الجوائز. مثل واحد عامل عندكم من الصبح للليل، الآن جاي وقت أخذ الأجرة، فيروح ينام، يروح يغفى. هذا هو الوقت الذي ينبغي الانتباه واليقظة فيه. هذه الليلة جدا مهمة، ويوم الفطر جدا مهم. ان تلاحظوا صلاة العيد، صلاة العيد في الواقع صلاة السؤال من الله تعالى، يعني جاي لله سبحانه وتعالى ماد يديه يطلب من الله: اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة، أسألك. سؤال، هذه مقدمة، تذكر الله بمجده بعظمته، ثم ماذا؟ ثم سؤال: أسألك بحق هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى الله عليه وآله، ذخرا وشرفا ومزيدا. ثم واحد يسأل سؤال. إذا تلاحظون صلاة العيد فيها 9 قنوتات. في الركعة الأولى فيها 5 قنوتات، في الركعة الثانية فيها 4 قنوتات. قنوت يعني شنو؟ قنوت يعني مظهر من مظاهر التضرع إلى الله سبحانه وتعالى. مثل الفقير أحيانا يأتي إليكم يمد يده تضرع، أما إذا أجى ومد كلتا يديه إليكم، هاي درجة كبيرة من التضرع، صلاة السؤال من الله سبحانه وتعالى. في صلاة الآيات فيها 10 ركوعات. صلاة الآيات خضوع، يعني يا الله إذا ابتعدنا عنك، إذا أذنبنا، إذا عصينا، الآن نخضع ونركع لك. أكو فرق بين الصلاتين. فصلاة العيد صلاة السؤال من الله سبحانه وتعالى. في هذه الليلة، يعني ليلة عيد الفطر ويوم عيد الفطر، واحد ينبغي أن يطلب من الله سبحانه وتعالى، أن يسأل الله سبحانه وتعالى، أن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. في كلمات بعض العلماء: فإن الخائب، هي خيبة، من غفل عن هذا اليوم، يوم السؤال ويوم توزيع الجوائز.